تحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مصير البلوجر هدير عبد الرازق في جلسة 9 سبتمبر المقبل بإصدار حكمها في معارضتها على حكم حبسها سنة وكفالة 5000 جنيه وغرامة 100,000 جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة. هل تفلت هدير عبد الرازق من الحبس؟ تعرف على موعد الحكم عليها تأييد الحكم الصادر ضدها، تخفيف الحكم الصادر، إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءتها. وكانت قررت محكمة مستأنف الاقتصادية رفض استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5000 جنيه وغرامة 100,000 جنيه بتهمة نشر فيديوهات خادشة. وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق بالحبس سنة وكفالة 5000 جنيه وتغريمها 100,000 جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء. ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة، وهي نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، وتيك توك صورا ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات. ارتكبت علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات. اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا على تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أنشئت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات. وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو